السلام عليكم. أتمنى أن يجدكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال، ولا تنسوا لايك والاشتراك بالقناة. محمد أتاتورك يشتري سيارة جديدة ويوجه رسالة مبطنة إلى دنيا باطمة. عادت الفنانة المغربية دنيا باطمة وزوجها البحريني محمد أتاتورك لتوجيه الرسائل المبطنة لبعضهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولقد نشر محمد أتاتورك عبر الستوري على حسابه على الانستغرام صورة لسيارته الرياضية الجديدة، وأرفقها بهذه التدوينة: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أنا لا أحتاج أحدا، هم من بحاجتي. وكانت دنيا قد نشرت مساء الثلاثاء المنصرم عبر ستوري عبر حسابها على الانستغرام فيديو يتحدث عن أصعب أنواع النساء في التعامل. وحسب هذا الفيديو تعتبر أصعب النساء في التعامل هي المرأة التي لا تهتم بالنقود، ولا تهتم بنوع سيارة الرجل ولا ممتلكاته، حيث ما يهمها بالدرجة الأولى هو تعامل الرجل معها واحترامه لها. واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن محمد أتاتورك يرد بتدوينته المتعلقة بسيارته الجديدة على الفيديو الذي نشرته دنيا. ويذكر بأن محمد أتاتورك قد عاد إلى بلده البحرين نهاية شهر أكتوبر المنصرم، وكان لقاءه بأبنائه ووالديه مؤثرا ومليئا بالدموع، خاصة أنه لم يلتقي بهم لمدة 4 سنوات.